باليومين اللي فاتت مطرت بالعراق وبغداد غرقت. هو دائما ما تمطر باقي الدول يصير الجو حلو والناس تطلع تفتار ومتونسين وعايشين حياتهم طبيعي، بس بالعراق غير، لأن يصير أكو أكشن شوية. الشوارع غرقت ووصل مي المستشفيات. طبعا هاي مستشفى الشعب. شوف الوضع شلون. وطب المي للبيوت والمحولات انفجرت والسيارات عطلت، بس الحكومة ساكتة وما حكت أي شي على مود هذا الموضوع. زين ليش؟ ليش؟ شنو سببها ليش؟ اسألهم قولهم ليش يا بلدية الدورة، اسألهم احكيهم. ترى واضحة، لأن سوت الحل قبل أشهر تحسبوا أن هيج حدث. الحكومة بنت هواي جسور. راح تقول ليش دخل الجسور بالمطر، وأنا راح أجاوبك بكل تواضع. بالمختصر يا عزيزي المواطن العراقي، الحكومة بنت جسور حتى العراق من يغرق ناس تروح تصعد للجسر، يعني عصفورين بحجر واحد، حتى الناس ما تغرق وهم حتى ما يصير ازدحام. زين خلينا نشوف المواطنين شنو رأيهم. والله لطيف الحياة. هو حمك قد توصل البيت مو نص ساعة ولا؟ ايه هسه أنا 5 دقايق أوصل. بحيرات حتى. شوف عنده زورق أحسن من السيارة، يصل للبيت ب5 دقائق، يعني المواطنين فرحانين ومتونسين. وهم طلاب المدارس والكليات مو حصلت عطلة بعد شو تريدون. بالنهاية ما جاي أسقط ببلدي، لأن أكو فرق بين التسقيط وإنه أقول شي سلبي حتى يتغير.